ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. بص بقى، بما اننا في شهر 10 فشهر 10 بيفكرك ب 6 اكتوبر و73 والحركات دي. فكل شخص شغال في شركه عارف ان الشركه دي بتخاطب جمهورها بتصميمات معينه في كل مناسبه. فالمناسبه بتاعتنا النهارده هنعمل تصميم لذكرى يوم النصر وتصميم شياكه كده، واقول لك ازاي جبت الفكره وازاي عملت التصميم ده، وهسيب لك الصور في الديسكريبشن عشان تطبق معايا وتبدع ورايا. فكل اللي عليك دلوقتي انك تروح تجيب مشروبك الجميل وتيجي عشان نبدع مع بعض. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك على الفيديو وتسيب كومنتك الجميل، لان ده اللي هيشجعني ان انا اكمل. ويلا بينا نبدا. طيب يا جماعه، اول حاجه كده عملتها رحت عملت تغذيه بصريه على بنترست وظهر لي الحاجات اللي قدامك دي. فقلت خلاص انا هاخد الفكره من الحاجات دي، هجيب رقم 6 وصحراء، ومثلا بدل ما اجيب دبابات هجيب طيارات. فرحت على جوجل كتبت هنا في السيرش حرب اكتوبر BNG ودوست انتر، وبص جالي حاجات هنا بدات اخدها. بدات اخد التايبو اللي انت شفته في الصوره المصغره، وبدات احمل الصور. هيظهر لك حاجات زي دي اهو، تبدا ان انت تاخد منها حاجه تحطها في التصميم. تمام، هروح معاك على الصور بتاعتنا اهي. الصور اللي احنا اشتغلنا عليها هم 9 صور. هروح معاك على الفوتوشوب وهفتح مقاس مربع وليكن 2000 في 2000 في ريزوليوشن 72 عادي، وانا بشتغل هنا بالبيكسل ها، والالوان بتكون RGB وبدوس كرييت. طبعا دي الالوان بتاعت الشركه، فهعمل كده سوليد كلر بلون ازرق غامق كده وهدوس اوكي. انا جبت الصوره دي على اساس يعني ان هم كانوا في سينا وفي رمله والكلام ده، وجبت رقم 6 ده بيوحي بالرقم يعني، صغرته سنه كده وخليته هنا، ورجعت للصور وجبت الطيارات دي وخفيتهم دلوقتي. جبت الخوذه والسلاح وشدتهم معايا، مسكتهم هما الاثنين كنترول تي وصغرتهم شويه اهو، جميل جدا. ورجعت للصور، جبت الصوره دي لقيتها على جوجل صغرتها وخليتها هنا، والكلام اللي بالاسود ده هنحوله للابيض. طيب خلينا كده اخفي كل الليرات دي، خلينا اخفي دي ودول اخفيهم برضو، ونبدا نشتغل على الصحراء دي. هتثبت صباعك على الت وهتيجي عند الماسك وهتدوس كليك شمال هيخفيه معاك كده، هو هيعكس لك الماسك. هتجيب البرش طول العاديه وتخلي اللون هنا على ابيض، وهتبططها سنه كده من هنا، وهتقلل الفلو بتاعك وليكن على 30 مثلا، وهتبدا تظهر بعض الحاجات الخفيفه كده سريعا. طيب بعد ما عملت الماسك وظهرت بعض الحاجات الخفيفه من هنا، انا كده ظهرت الجزء ده بس. هظهر رقم 6 وهدمجه في الرمله. هبدا ادمجه في الرمله ازاي؟ هكبره حاجات بسيطه بس، وهدمجه في الجزء اللي هو اللي تحت ده. هتعمل ماسك لرقم 6 ده، وهتجيب البراش تول وتخليها على الاسود وتخلي الفلو 100%، وهتصغر السايز، وهتبدا اعمل زوم ان كده، وهتبدا ايه تمسح في الاجزاء دي كده اهو، بحيث ايه يندمج معايا في الرمله كده كانه غارز في الرمله. جميل جميل. هتعمل نيو لاير فوق رقم 6 ده، وهتخليه كليبنج ماسك، وهتجيب اداه الجريدينت وتخليها على اللون الاسود، وهتخلي الفلو 40%، وتبدا ايه تسحب سحبه خفيفه كده على اساس يعني ان في شادو من تحت كانه هو غارز في الرمله فعلا. خلاص هروح معاك على جوجل بقى، وهكتب هنا في السيرش بالانجليزي داست يعني ايه؟ داست يعني غبار. واخد الصوره دي معايا كوبي، اروح على الفوتوشوب كنترول في، واخلي المود بتاعها على سكرين، وكنترول ال عشان الغي الابيض ده منها اهو، وهتكبرها سنه كده كأن الرقم عامل غبار عشان هو غارز في الرمله. وهتعمل ماسك وكنترول اي عشان تعكس الماسك، وهتجيب البراش تول وتخليها على اللون الابيض وتقلل الفلو، وتبدا ايه تظهر حاجات خفيفه كده من هنا اهو. جميل قوي، احنا لحد دلوقتي واصلين لمرحله حلوه. هتيجي ورا الرقم بقى هتعمل نيو لاير، وهتجيب البراش تول وتختار اللون ده، وتيجي من المربع ده تعلي الاضاءه كده، وتعلي الفلو 100%، وتدي كليكايه هنا كده وكنترول تي وهاتها ورا الرقم، والنيو لاير كمان، وهات اللون العسلي ده وادي كليكايه كده وخليها على سكرين اهو، وكبرها هنا كده زي الفل. طيب هظهر بقى الليرات الثانيه. اللير بتاعت الطياره دي هاخد منها بس الجزء ده، امشي عليها بالبين تول كده عشان اخد الجزء ده، كنترول انتر كنترول جي عشان اخد منها كوبي، وهنزلها في الجزء ده كده واعدلها الناحيه دي اهو. ابدا اظبط فيها لحد ما تتظبط معاك. والطيارات الثانيه هخلي واحده الناحيه دي واخد منها كوبي، وكنترول تي كليك يمين اختار الفليب هوريزونتال عشان تعكسها الناحيه دي كده، وامسك الثلاثه مع بعض وصغرهم شويه فوق الرقم كده. جميل قوي. اظهر بقى اللير بتاع السلاح ده وهاته الناحيه دي واعكسه كده، خليه واقف في الجزء بتاع الرمله من هنا كده اهو، وابدا ادمجه في الرمله. هتعمل له ماسك، وهتجيب البراش تول اللون الاسود وهتصغر السايز، وهتبدا تدمج حاجات خفيفه من تحت كده اهو. جميل قوي. والنيو لاير فوقيه واخليه كليبنج ماسك وباداه الجريدينت، وخليها على اللون الاسود، واسحب كده منه سحبه عشان يبقى غامق من تحت. امسكوه كده وهاتوا الناحيه دي شويه. جميل جدا. اظهر اللاير بتاعت الخوذه، وهمسح منها الجزء ده انا مش عايزه. تعمل ماسك
وبالبراش تول برضو هتمسح الحاجات دي، هتمسح الحاجات دي يا صديقي كده، وهتعمل لها كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وهتصغرها كده وهتقلبها الناحيه دي العكس، وهسيبها في الجزء ده على اساس يعني ان دي كانت خوذه جندي من اللي استشهدوا في الحرب اهو. وهتبدا ان انت تدمجها برضو، هتعمل لها ماسك وهتيجي من تحت كده تدمجها كده، وفوقيها نيو لاير وهتخليها كليبنج ماسك جواها، وباداه الجريدينت برضو هتغمق الاجزاء دي من تحت. التفاصيل دي هتفرق معاك يعني، ما تسيبهاش، حاول تعملها في شغلك، انا شغال معاك بسرعه كمان. خلاص هتيجي بقى على اللاير اللي تحت دي بتاعت نصر اكتوبر المجيد دي، هتيجي باداه السلكت المربعه وهتمشي كده، هتعمل سلكت على الجزء ده وهتعمل ريسترايز لللاير، كليك يمين واختار ريسترايز لاير عشان اخد منها، خدها في لاير لوحدها اهو، هي كده بقت في لاير لوحدها. كنترول يو وعلي الاضاءه بتاعتها على الاخر عشان توصل للون الابيض، وامسك الاثنين مع بعض اعملهم كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وخليها في النص كده، وخلي الاثنين في النص بالظبط من هنا اهو، وانزل بيهم لتحت شويه. طيب هتعمل بس شادوهات راميه لقدام لكل لاير من دول، يعني همسك اللاير بتاعت السته دي هاخد منه كوبي وكنترول يو سوده على الاخر، كنترول تي ثبت صباعك على الكنترول واسحب كده الناحيه دي اهو، وهتقلل الاوباستي، وهتيجي على الماسك من هنا زي ما هو معمول له ماسك باداه الجريدينت، هتفضل ايه تسحب لحد ما يتظبط معاك. جميل جدا يا صديقي. ونفس الشيء في السلاح برضو، هتاخد منه كوبي وكنترول يو وسوده على الاخر واسحب منه نسخه، وكنترول تي اسف، واسحبه كده الناحيه دي اهو، وهاته كده الناحيه دي شويه عشان مصدر الاضاءه اللي جاي من ورا، وقلل الاوباستي برضو. وباداه الجريدينت وانت واقف على الماسك هتسحب كده ايه عشان يجي معاك على ما فيش كده. طيب هتيجي عند الخوذه دي برضو هتعمل لها شادو كده، انا عامل لها الشادو بالبراش تول عادي، هدي كليكايه سودا كده وكنترول تي، وهات الورب وزق لفوق كده، وكنترول تي تاني ومط البرش دي كده اهو اهو، واسحبها من هنا كده واسحبها من هنا زي الفل، وقلل الاوباستي حاجه بسيطه. طيب احنا كده تقريبا خلصنا. اخر حاجه هكتب التكست بتاعي، وهمسك الاثنين تكست دول هصغرهم هنا كده اهو. الفونت ده اسمه DIN، هسيبه لك برده في الديسكريبشن عشان لو حبيت تحمله. طيب احنا كده خلصنا. اللي انت ممكن تعمله، هتعمل كاميرا رو فلتر وهتبدا ايه تظبط افكتاتك، بس ممكن تجيب الليرات دي كده ايه، ممكن تجيب الليرات دي في النص كده ايه شويه وتكبرهم سنه، وبس كده يا صديقي. وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو استفدت ما تنساش تشترك في القناه وتشجعني بكومنت، لان ده اللي هيشجعني ان انا اكمل، واشوفك في فيديوهات جايه احسن واحسن. والسلام يا صديقي.